بعد غياب استمر 5 سنين بيرجع لنا محمد سعد في فيلم جديد اسمه الدشاش، والفيلم جاي لنا بطابع مختلف عن نوعية الافلام اللي كان بقاله فترة بيقدمها. سعد اتخلى عن عباية الكوميدي وبيعمل حاجة مختلفة تماما، وطبعا الاعلان عن الفيلم عمل قلق وضجة كبيرة جدا. اصل ده محمد سعد يا جماعة، ما ينفعش يرجع عادي كده، لازم نعمل شوية قلق ودوشة. وطبعا كلنا شفنا التصريحات بتاعة المخرج احمد البنداري، وللي فيكم ما يعرفش احمد البنداري هو مخرج فيلم السيستم، وعلى فكرة الفيلم كان حلو ولطيف جدا. انا عن نفسي اتبسطت واستمتعت بالفيلم، لكن البنداري كان متضايق جدا وقال ان هو شغال على الفيلم ده بقاله فتره كبيره داخله في 3 شهور. وبعد كده طلع المؤلف جوزيف فوزي رد عليه، وفضلت التصريحات رايحه وجايه، نفس الدوشه اللي حصلت وقت تصوير مسلسل اكسلانس، والمخرج محمود كمال اعتذر عن المسلسل. بس ما علينا، سيبونا من المشاكل دي كلها وتعالوا نتكلم بقى عن تفاصيل الفيلم. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناطق؟ مناطق. احلى من الشرف مفيش. فيلم الدشاش من بطولة محمد سعد، وما اقدرش اقول ان كان معاه نجوم تاني ابطال، لان باقي النجوم اللي ظهرت كل واحد خد له مشهدين 3. انا بتكلم بجد ومش ببالغ، الفيلم كله محمد سعد وبس. اكتر حد ظهر ممكن يكون ظهر في 5 مشاهد كحد اقصى. وتعالوا اقول لكم بقى مين المشترك مع محمد سعد في الفيلم. معانا زينة اللي بترجع للتعاون تاني مع محمد سعد بعد 16 سنة على اخر تعاون ما بينهم، لان اخر تعاون بينهم كان في فيلم بوشكاش اللي تم انتاجه سنة 2008. ومعانا كمان في الفيلم باسم السمرة وخالد الصاوي والاستاذ الكبير رشوان توفيق ربنا يديله الصحة، مريم الجندي ونسرين امين واحمد الرفعي. والفيلم من تاليف جوزيف فوزي زي ما قلنا في اول الحلقه، اما الاخراج لسامح عبد العزيز. بتدور قصه الفيلم حوالين الدشاش اللي عنده مالها ليلي او كباريه، وطول الوقت الدشاش مكون عداوات مع كل اللي حواليه، اذا كان عيلته او اصحابه او حتى في الشغل. دايما اسلوبه طف ووحش مع كل اللي حواليه، طف زياده عن اللزوم، رخم وغتت زياده عن اللزوم. لكن بيحصل له حاجه غير متوقعه بتتسبب له في ازمه وبتقلب حياته كلها، وبنشوف احداث كتير طول الفيلم. تعالوا بقى مع بعض نتكلم عن ايجابيات وسلبيات الفيلم. اول ايجابيه معايا هي عوده محمد سعد اخيرا للسينما. اصل اخر حاجه عملها محمد سعد كان سنه 2019، يعني بنتكلم في 5 سنين. كان فيلم محمد حسين والكنز الجزء الثاني. بس الاهم من كده ان هو راجع بره الفريم بتاع الكاركتر. تقريبا محمد سعد استوعب الدرس وفهم ان خلاص الكاركتر ده ما بقاش عليه رواج زي الاول. ومحدش يقدر ينكر نجاح الليمبي وقطاطا والحناوي وكل الكلام ده، لكنها كانت نجاحات في وقتها، وده اللي كنا بنحاول نقوله له طول الوقت. حتى قلنا جيم كاري ما عملش ماسك 1 و2 و3، ما عادش يحلف في الشخصيات زي ما انت ما عملت. انت حلبت الليمبي وقطاطا والحناوي لحد ما جبت اخرهم. فالحمد لله وحمد لله على السلامه يا نجم، احنا فعلا بنحبك من واحنا صغيرين، واحنا متعلقين جدا بشخصيه الليمبي. وخلونا نتكلم مع بعض بصراحه، كده كده مفيش خلاف على موهبه محمد سعد اذا كان في الكوميدي او في التراجيدي، وده اللي اثبته محمد سعد في فيلم الدشاش، لان هو عمل الدور حلو جدا. وزي ما محمد سعد كان محتاج الفيلم ده، كمان المخرج سامح عبد العزيز كان محتاج الفيلم ده اكتر منه، لان سامح عبد العزيز بقاله فتره كل ما يعمل فيلم يخيش معاه. وطبعا مش محتاج اتكلم عن تماسيح النيل او عن الملكه، كلها حاجات غريبه كده وما تليقش بسامح عبد العزيز. طب ايه يا عم مايكل، الفيلم جامد قوي كده ونخش وعلى ضمانتك في يا صاحبي؟ ما تتقل كده، انا لسه ما اتكلمتش عن السلبيات. انا كل اللي اتكلمت عنه ان محمد سعد ممثل جامد. عموما تعالوا نتكلم عن السلبيات، وبعد كده انت حر تخش الفيلم او لا. اول سلبيه معايا في الفيلم هي التاليف. القصه هشه وضعيفه جدا ومتوقعه وكلاشيهيه وكل اللي انت عايز تقوله قوله. بصوا انا هحكي لكم على حاجه حصلت بعد النص الاولاني، وفي البريك كده قمت ماسك تليفوني وبعت فويس نوت لمراتي، قلت حاجات انا شايف انها حصلت وهتحصل في الفيلم، وسبحان الله كل اللي انا قلته حصل بالملي. مش عشان انا جامد زحليقه زي ما بقول لك 100 مره، بس عشان القصه متوقعه وكليشيه جدا. كمان عندي مشكله في الكاركتر بتاع زينه، كان في استظراف مبالغ فيه، وتحس ان الشخصيه دي موجوده مجامله كده، اللي هو يا محمد انا عايز اشتغل عيني يا زينه، اعملوا لها دور يا جماعه. انا مش فاهم ايه اللي جاب زينه في الفيلم. وطبعا اي حاجه عايزين نعملها نحط مبررات دراميه ونرميها على الماضي في اي حوار حصل وخلاص، انما طريقه الكلام بايخه ومش خفيفه، الاستظراف اوفر ومبالغ فيه جدا. كل حاجه تخص شخصيه زينه كانت مقحمه وكانت بايخه جدا. في كمان سلبيه معايا في الاكشن، باين قوي ان محمد سعد بيضرب بعصايه كرتون. مش محتاج تخش الفيلم تتفرج على الاعلان او الاغنيه اللي نزلت وتتفرج على الاكشن اللي فيه، هتلاقي محمد سعد ماسك عصايه كرتون بيضرب بيها. العصايه متنيه عامله كيرف، انما في المشاهد اللي بعد كده لا، هي عصايه خشب جميله وهي مختلفه تماما عن اللي كان بيضرب بيها. المفروض ان في حدث ما بيحصل، الحدث ده بيغير حياه بدير او الدشاش، لكن لما الحدث ده بينقضي او بينتهي الدشاش بيرجع يدش تاني. بصوا الفقره اللي جايه دي انا هحرق فيها لان انا مش عارف اتكلم معاكم براحتي، فاللي فيكم ما شافش الفيلم او اللي فيكم بيتضايق من حرق الاحداث انا بنبه وبنوه. انا من دلوقتي هحرق الاحداث، فانت وقف الفيديو لحد كده وروح اتفرج عليه وتعالى كمل الفيديو بعدين. تقييم الرقمي للفيلم هو 5 من 10. نخش بقى على فقره الحرق. يا نهار ابيض، حارق هي حارق
ولاده ابويا اتحرق. وبما اننا بنتكلم بحريه وممكن احرق الاحداث براحتي، انت عارف ليه فيلم الدشاش اسمه الدشاش؟ عشان محمد سعد بيدش الازاز، واللي بالمناسبه الموضوع ده اتبروز في ثانيه كده في الفيلم، اللي هو انت ممكن تفهمه وممكن ما تفهموش. هو عشان بيدش الازاز بقى الدشاش، واللي سماه كده جده. طب جده ده فين؟ جده ده مات ولا عايش ولا الدنيا فيها ايه؟ انا مش فاهم حاجه. في شويه تفاصيل كده غريبه ولا منطقيه طول الفيلم. بص، هو الموضوع باختصار شديد ان الدشاش زي ما قلت لكم في اول فيديو هو طف وغلس وتنح والكلام ده كله، فما حدش بيحبه، ولا اخته ولا مراته ولا اصحابه ولا اللي شغالين عنده، فكلهم اتفقوا ان هم يخونوه ويحطوا له منوم او اعشاب معينه تخليه يغمى عليه، فيوهموه ان هو عنده كانسر في المخ. قصه اتحرقت في افلام كتير قوي زي زهايمر وزي غيرهم كتير. بس تمام، ماشي ده كله وخليك معايا للاخر. دلوقتي الدشاش لما راح المستشفى راح لدكتور هو عامل معاه مشاكل، والدكتور قال له انت عندك كانسر في المخ. هو ما فكرش كدشاش وصايع وصاحب كباريه يروح يعمل التحليل دي في حته تانية؟ ما جاش في دماغه اللحظه كده ان الدكتور ده بيشتغل وعايز يخضه؟ يا راجل ده لو في واحد جاله ازاي ده بيروح يكشف مرتين قبل ما يعمل العمليه. انت بقى اتقال لك ان انت هتموت كمان 3-4 شهور وبتصدق الدكتور اللي انت ضاغط عليه وناصب عليه وعامل معاه مشاكل؟ وبعدين بقى كل شويه يطلع لنا مفاجاه، نتفاجئ ان اخته مش اخته شقيقته، نتفاجئ ان هم عملوا له شهاده وفاه. طب ليه عملتوا له شهاده وفاه؟ انا مش فاهم. الراجل خلاص لما عارف ان هو مريض وزع املاكه على حياه عينه. طب ما تستنى لما تموت واكتب وصيه زي خلق الله، ليه توزعها على حياه عينك؟ ايه الفكره يعني؟ او ايه الدافع اللي خلاه يعمل كده؟ انا برضو مش فاهم ولا شايف، مش مكتوب الكلام ده في السيناريو، انا مش عارف اشوفه. وكله كوم بقى، ولما جه ينتقم ويمضي الناس على تنازلات بالعافيه في ورقه واحده شكلها منتن، كوم تاني. انا مش عارف ايه التنازل من ورقه واحده ده. الواحد لما بيجي بيشتري شقه او بيأجر شقه بيمضي على 3-4 ورقات، ايه ورقه واحده فيها تنازل عن كل الاملاك دي كلها؟ طب سيبكم من كل الكلام ده، هو حب يستغل قصه شهاده الوفاه وراح يقبض التامين على الحياه. انا عايز اعرف انهي حياه في الدنيا دي اللي بيتامن عليها ب 250 مليون دولار؟ انت لو مأمن على ترامب ذات نفسه مش هيبقى بالرقم ده، الرقم ده خزعبلي 250 مليون دولار. انت لو ايلون ماسك يا جدع مش هيتامن عليك بالرقم ده. لا بصراحه جوزيف الدنيا مبهوقه منه وكاتب حاجات غريبه قوي انا مش قادر افهمها، تاليف فيه فجوات وفيه ثغرات كتير جدا. بس في النهايه زي ما قلت لك الفيلم ده كان مهم جدا لمحمد سعد وسامح عبد العزيز عشان يرجعوا تاني زي ما احنا عارفينهم وزي ما احنا متعودين عليهم. وبس كده، ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن الفيلم. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب واشترك في القناه علشان يوصلك كل حاجه احنا بنعملها، وعشان تساعدني اكبر لان انا مش اكبر غير بيك انت وبدعمك انت. شكرا ليكم واشوفكم على خير في مراجعات تاني جايه كتير. انا بابا يلا.